سلام سلام. في هذا الفيديو غادي تستغناو على دونات المحلات كيما انا استغنيت عليها. يبغوها كبار وصغار بعجينه قطنيه، فرحوا بها عائلتكم بوصفه روعه وسهله مهله. اروحوا نشوفوا مع بعض الوصفه. بسم الله. في ريسيبيون غادي نحطوا 3 تاع كيسان تاع فرينه، نزيدوا لهم مغرف صغيره تاع ملح، نخلطوها مليح. بعدها نضيفوا 5 ملاعق صغيره تاع سكر وملعقه كبيره تاع خميره خبز، نخلطوها حتى تتجانس مع كاع الفرينه تاعنا. بعدها نزيدوا 2 ملاعق صغيره تاع فانيليا، نخلطوا مع بعض. بعدها نضيفوا 2 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ، دائما نخرجوهم من قبل. ونبداو نلموا العجينه تاعنا بالحليب يكون دافي طبعا. في الاخر من تتلم لنا نزيدوا لها 2 ملاعق كبيره تاع زبده طريه، نجمعوها هكا ونغطوها ونخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها. بعدها نجيبوا ورق طبخ ونقطعوه على حسب دائره اللي غادي نقطعوا بها الحبات تاع الدونات باش نديروا كل حبه فيها. نجيبوا العجينه بعد ما تضاعف الحجم تاعها نحلوها بالحلال، ما يلقش ترقوا العجينه باش يجيكم الدونات تاعكم منفوخين وملاح. نحلوهم بامبورط بياس يكون على حساب الحجم اللي بغيتو. بعدها نديروا تانيك دائره في الوسط، انا درتهم غير بوشون تاع سيرو ولا تاع قرعه تاع ما ولا. العجينه اللي بقات ديروا واحده هكا فوق واحده، تخلوها غير شويه وتعاودوا نفس الطريقه. تحطوا كل حبه في هذاك البابي كويسون وتخلوها بعد ما تغطوها يضاعف الحجم تاعها للمره الثانيه. نسخنوا الزيت مليح ونحطوا الحبه بها بالبابي كويسون ونقعدوا هكا بالملعقه نحطوا فيها الزيت حتى تشوفوها الوجه تاعها كاع انتفخ. تقلعوا هذاك البابي وتواصلوا نفس العمليه وتقعدوا ترموا عليها الزيت. بعدها تقعدوا تقلبوا في الحبه على الجهتين حتى طيب من الداخل، لانه غادي يكون خلوها طيب على كل جهه وتحمر، غادي من الداخل ما تجيكمش طيبه. على هذا دائما الحبه هكا قعدوا تقلبوا فيها وميم طون راكم ترموا عليها الزيت. على هذا دائما حرصوا تقلبوا الحبه باش طيب لكم من الداخل وتجي مقطنه، وميم طون العجينه تاعكم ما تنشفوهاش من تكونوا تلموا، يعني خلوها تلصق شويه في اليدين باش تجيكم هشيشه وقطنيه من الداخل. والتزيين يبقى لكم اختياري، ديروا شوكولا ديروا كونفيتور، يعني على حسب المتوفر عندكم. هذه الطريقه راني في اكثر من 4 سنين ما شاء الله ناجحه، جربوها وبصحه وراحه. سلام.